يعني انا ياني واحد بالعياده يشرب حشيش، فقال لي يعني هو الحشيش ترى يعني مو مضر، يعني شيء طبيعي. هو اللي قال كذي؟ اي مو مجرم في وايد يعني في وايد ويطلعونه من نبته وكذي. هذا كلام اللي تعطونه. قلت له في وايد دراسات تدل على ان الحشيش يسبب ذهان. شنو يعني ذهان؟ يعني تطلع من العالم الواقعي. رقم 2، الحشيش يؤدي الى وجود قلق. زين، الحشيش يؤدي الى تلف خلايا المخ. زين، في ضمور بالمخ، هذا كله يأثر عليك انت. فهو الحين عنده مشاكل نفسية كثيرة قد تكون بسبب التعاطي هذا، سو ما يدري. يقول لك شنو؟ انا مو مدمن، انا اشرب مثلا سيجاره كل اسبوع مره. قلت له ادري تقدر تشرب سيجاره كل شهر مره، لان هي مواد مثبطه، هي والخمر مواد مثبطه. بس الخمر في ماده اسمها الايثانول، 600 ألف واحد ينتحر سنويا بسبب الايثانول، بس بسبب الخمور. زين، هذا ما يتكلمون عنه، بس ليش قاعد ينتحر؟ عسر مزاج، اكتئاب شديد، ينتحر. فإذا أنت تقول أنت شيء والعلم شيء، تبي نمشي ورا كلامك ولا ورا كلام العلم؟ فالعلم يقول لنا أن هذا الشيء يأثر على الصحة النفسية، فقد يكون سبب منه التعاطي، سبب قد يكون صدمات الحياة. هو قاعد يمر في صدمات، صار شوك عنده، وعنده جانب وراثي، فحفز عند الموضوع هذا. لذلك احنا دائما نشوف مثلا نقول له في أحد بالعائلة عنده مشكلة نفسية، في أحد عنده فصام، في أحد عنده ذهان. ليش؟ لأن في استعداد. مع الاستعداد مو عارف شلون يدير الحياة، ما عارف شلون يوفر حق نفسه بيئة خلينا نقول صحية، ممكن يدش فيها المنوال. وغير كذا يا أحمد، ترى كل إنسان يعيش على الأرض معرض أنه يصير عنده مرض أو اضطراب.